خصائص رجال السلطة الذين التحقوا بالنفوذ الترابي لهذا الإقليم، وذلك على إثر الحركة الانتقالية الأخيرة التي عرفها سلك رجال السلطة، والتي أتت في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تدشين مسار الانتقال المتدرج من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات. ويتعين الأمر بالسابق سعيد جرار الذي تم تعيينه في منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية، وهو من مواليد سنة 1973 بالدار البيضاء، حاصل على الإجازة في القانون العام وعلى الدكتوراه في العلوم السياسية، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية فوج 38، عين في منصب قائد بالملحقة الإدارية الثامنة بعمالة مكناس سنة 2004، كما عمل قائدا للملحقة الإدارية التاسعة بنفس العمالة سنة 2010، ثم قائدا للملحقة الإدارية الوحدة بعمالة سنة 2011، ثم قائدا للملحقة الإدارية الخامسة بإقليم تازة سنة 2014، فقائدا للملحقة الإدارية المهدية بإقليم قنيطرة سنة 2015، ثم نائبا لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا سنة 2015، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة شيشاوة ابتداء من سنة 2019. السيد توفيق المعايد. السيد توفيق معايد تم تعيينه في منصب رئيس دائرة الفحص، هو من مواليد سنة 1976 بخريبلة، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية فوج 45، عين في منصب قائد الملحقة الإدارية الأولى بإقليم إنزبيان أيت ملول سنة 2014، كما عمل قائدا لقيادة الدمسيرة بإقليم شيشاوة سنة 2019، ثم قائدا للملحقة الإدارية السابعة بإقليم العريش سنة 2022، وقائدا للملحقة الإدارية السادسة بنفس الإقليم منذ سنة 2022. السيد طارق مشرق. السيد طارق مشرق تم تعيينه في منصب قائد البحراويين، هو من مواليد سنة 1981 بالدار البيضاء، حاصل على الإجازة في الدراسات الفرنسية وماستر في الإدارة الترابية، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية فوج 49، عين في منصب قائد ملحق بديوان سيد والي جهة الداخلة والذهب، كما عمل قائدا مكلفا بمراقبة البناء العشوائي بالكتابة العامة لجهة الداخلة والذهب، ثم قائدا للملحقة الإدارية السادسة بباشوية الداخلة، فقائدا لقيادة الفيض بإقليم تارودانت منذ سنة 2019. السيد سعيد بن منصور. السيد سعيد بن منصور تم تعيينه في منصب قائد القصر الصغير، وهو من مواليد سنة 1986 بالكونيترا، حاصل على الإجازة في الدراسات الإسبانية وماستر في الثقافة الإسبانية والتواصل، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية الفوج 50، عين قائدا بالملحقة الإدارية الوحدة بعمالة سنة 2015، ثم قائدا لقيادة القعدة بإقليم تاوريرت منذ سنة 2019. السيد توفيق أمعناوي. تم تعيينه في منصب نائب رئيس دائرة ميناء طنجة المتوسط، هو من مواليد سنة 1986 بأيت ملول، حاصل على دبلوم مهندس في علم الاقتصاد، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية الفوج 52، عين في منصب قائد بإقليم شتوكا يتباع سنة 2017، ثم عمل قائدا ملحقا بباشوية الجرادة سنة 2019، ثم قائدا ملحقا بالكتابة العامة لإقليم جرادة منذ سنة 2022.
السيد توفيق العبادي. السيد توفيق العبادي تم تعيينه في منصب قائد من لوسة. هو من مواليد سنة 1992 بفاس، حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية ودبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وماستر في الإدارة الترابية، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية الفوج 53. عين في منصب قائد الملحقة الإدارية الحي الإداري بسيدي في سنة 2019، كما عمل قائدا للملحقة الإدارية وسط المدينة بباشوية سيدي إفني منذ سنة 2020. وأتمنى لرجال السلطة الذين التحقوا بهذا الإقليم التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، وأدعوهم للانخراط بجدية في كل أوراش التأهيل والتنمية المفتوحة بتراب الإقليم. وبهذه المناسبة أيضا لا يفوتني أن أهنئ السادة رجال السلطة الذين التحقوا بعملات وأقاليم أخرى، ويتعلق الأمر بالسادة محمد مدكر الذي شغل منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية منذ سنة 2019، والذي تم تعيينه في منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم بن سليمان، وأتمنى له التوفيق إن شاء الله. السي محمد براكز الذي شغل منصب رئيس دائرة الفحص منذ سنة 2021، والذي التحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وأتمنى له التوفيق إن شاء الله. السيد عبد الجواد بن جندوب الذي شغل منصب نائب رئيس دائرة ميناء طنجة المتوسط منذ سنة 2018، والذي تم تعيينه في منصب قائد ملحقة إدارية بإقليم الناظور. السيد أشرف أشهبون السيد أشرف أشهبون الذي شغل منصب قائد منذ 2019، والذي تم تعيينه في منصب قائد مفسس الفقرة بإقليم خريبلة. السيد عبد الرحمن العلوي السيد عبد الرحمن العلوي نتمنى له الشفاء العاجل في مصحة الرباط. السيد عبد الرحمن العلوي الذي شغل منصب قائد القصر الصغير منذ سنة 2021، والذي تم إلحاقه بالكتابة العامة لهذا الإقليم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.